نفتكر انا وانت كده تعال نفتكر انا وانت نفكر بعض بكلمتين مهمين بس. هو النبات كان فيه هرمونات؟ النبات كان فيه هرمونات. وبداية الكلام على الهرمونات في النبات دي لو انت فاكر كان عالم بيقولوا عليه اسمه العالم بويسن جينسن. وعمل بويسن جينسن ده قال ان النبات ما فيهوش غدد خاصة لافراز الهرمونات. والهرمونات اللي كانت موجودة في النبات الراجل قال عليها بيسموها الاوكزينات. والاوكزينات دي كان في منها مشهور جدا حاجة بيسموها اندول حمض الخليك. واندول حمض الخليك يا باشا، تعرف الاوكزينات دي كانت بتفرز منين؟ كانت الاوكزينات بتفرز من القمم النامية. طب افكرك، كانت بتفرز من حاجة اسمها البراعم. تعرف ما اماكن تانية في النبات بتفرز اوكزينات؟ اصلا انا اعرف. اصل الاوكزينات دي بتفرز من حبوب اللقاح. حبوب لقاح ايه يا استاذ؟ كان عندي جملة مهمة جدا في التكاثر بتقول الكلام ده. كان بيقول لي في التكاثر كده ان التلقيح يوفر للزهرة الاوكزينات اللازمة لتحول المبيض الى ثمرة. يبقى الاوكزينات بتفرز من حبوب اللقاح. تعرف اماكن تانية تفرز اوكزينات؟ اصلا اعرف، بتفرز من المبيض. اصل هو في نفس الجملة بتاعت التكاثر قال لي ان المبيض بيتحول لثمرة بفعل اوكزينات يفرزها المبيض. اذا انا عندي كم مكان يفرز اوكزينات في النبات؟ 4: قمم نامية، براعم، حبوب لقاح، مبيض. الاساسي بالنسبة لنا في افراز الاوكزينات دي هي تفرز من القمم النامية. والقمة النامية كانوا بيقولوا عليها اسمها منطقة الاستقبال، انما باقي النبات حبايبي كانوا بيسموه منطقة الاستجابة. القمة النامية او منطقة الاستقبال كانت بتكون الاوكزينات تعدي لمنطقة بيقولوا عليها اسمها منطقة الاستجابة. تبص تلاقي ان الاوكزينات دي تمر ولا تمر. الاوكزينات تعدي وما تعديش. تعدي من مين؟ بتعدي من المواد العضوية ولا تمر من المواد المعدنية. مين عضوية؟ يا جيلاتين يا أجار. أمال مين معدنية؟ مايكا. يبقى الأوكزينات بتعدي من المواد العضوية زي الجيلاتين وزي الأجار، ما بتعديش من المواد المعدنية زي المايكا. الأوكزينات لما تمر من هنا لهنا تاخد بالك من حاجة مهمة جدا، إن الأوكزينات تؤثر على نمو الخلايا، أقصد حجمها، ولا تؤثر على انقسام الخلايا، أقصد عددها. يبقى الأوكزينات بتأثر على نمو الخلايا، على حجم الخلية، مش عدد الخلايا. يعني الأوكزينات تخلي الخلايا تكبر إنما عددها بيكون ثابت. الأوكزينات دي أثرت على النبات في حاجة بيقولوا عليها اسمها الانتحال. لما كان الساق بالنسبة لنا كده وجبنا له الضوء من الجزء ده كده، الساق بيروح في اتجاه الضوء والجذر بيروح بعيد عن الضوء. هرتب أنا وأنت حاجة صغيرة معلش. ده الضوء، الجانب ده جانب، إنما الجانب ده جانب. أقصد إن اللي هنا ده جانب واللي هنا ده جانب. دايما الاوكزينات بتهاجر من الضوء للظلم. يبقى الجانب البعيد اوكزيناته، القريب اوكزيناته، القريب اوكزيناته، البعيد اوكزيناته. اللي فوق ده ساق ولا جذر؟ الانتحال بتاعه كان موجب ولا سالب؟ اللي تحت ده ساق ولا جذر؟ الانتحال بتاعه موجب ولا سالب؟ طب اتوكلنا على الله، يلا بينا انا وانت من غير ما تحفظ كلمه. الساق الانتحال بتاعه ينمو في اتجاه الضوء، ينمو في اتجاه الجانب. الجانب اوكزيناته، اوكزيناته بينمو اكتر من الجانب اللي اوكزيناته. الجذر موجب ولا سالب؟ في اتجاه الضوء ولا بعيد عن الضوء؟ لان الجانب اللي اوكزيناته بينمو بدرجه اكبر من الجانب البعيد اللي اوكزيناته
هو انا كده افهم ان استجابة الساق للاكسجينات زي الجسر؟ لا. يعني في الساق لما الاكسجينات بتزيد النمو بيزيد. طب في الجذر لما الاكسجينات بتزيد النمو، يعني لو جاب لي رسم بياني عامل كده، لا عامل كده، بقول لك عامل كده، وقال لي انا عايز اعرف علاقة الاكسجينات بنمو الساق، بنمو الجذر، بنمو النبات. لو احنا عايزين نعرف علاقة الاكسجينات بنمو الساق، العلاقة تطلع؟ طب مع نمو الجذر تطلع؟ طب بنمو النبات تزيد وتقل. ساق يبقى العلاقة طردية، جذر يبقى العلاقة عكسية. ساب الموضوع مفتوح، قال لي نبات، يبقى هي النمو يزيد لحد ما اوصل لدرجة معينة وبعد كده بيقل. شايف النقطة دي؟ انهي نقطة دي؟ اللي من عندها النمو هيبدأ يحصل له ايه؟ ده التركيز اللي احنا ممكن نستخدمه، ده التركيز اللي احنا ممكن نستخدمه في استخدام الاكسجينات للقضاء على الاعشاب الضارة. اصل دي نقطة مهمة جدا من نقط المناعة. ازاي يعني مناعة؟ ما انت هتلاقي الكلام كله في بعضه اهو. الاكسجينات بتزود النمو لحد حد معين. طب وبعدين لما بنعوز نزود النمو لحد معين بحط نسب اكسجينات صغيرة. طب ان زودنا الاكسجينات هيبقى تأثيرها عكسي. بعض النباتات الضارة في التربة عشان يخلصوا منها بيزودوا لها اكسجينات. بوصل للحد اللي هو بعديه النمو هيقل، خلاص كل سنة وانت طيب زودنا اكسجينات. من اول هنا يبدأ النمو يقل تاني كمان مرة. ده لما انا ربطت الاكسجينات بالمناعة. انما انت عارف ان احنا لو جينا على القمة النامية بتاعت النبات دي وعملنا للقمة النامية بتاعت النبات دي طفرة مستحدثة، هو انا كده بربط لك الهرمونات بمين؟ طب وانا لو عملت لها طفرة مستحدثة بالكوليشيسين وغاز الخردل وحمض النيتروز، خلايا القمة النامية هتموت. طب وبعد ما تموت هتطلع خلايا فيها تضاعف صبغي، ولما يبقى في تضاعف صبغي يبقى في اكسجينات اكتر، وده بيأثر على كل النبات. لو جبنا خلايا القمة النامية عرضناها لعوامل طفرة مستحدثة كوليشيسين وغاز خردل وحمض نيتروز، هتموت خلايا القمة النامية. ولما تموت تظهر خلايا تانية، بدل ما هي 2 نون تبقى 4 نون، 4 نون يبقى فيها تضاعف صبغي، يعني تنتج اكسجينات اكتر. الاكسجينات الاكتر دي هتأثر على كل النبات، فهيأثر كل النبات، هيظهر عليه التأثير. دي كانت فكرة صغيرة في ثانوية عامة قبل كده. هتلاحظ كده ان الموضوع اللي هنمسكه هنشرحه هو اكسجينات النبات. انا ربطتها تكاثر، ربطتها مناعة، ربطتها دي ان ايه، عشان اي سؤال هيجي يربط من اي حتة في الجنب يبقى احنا عاملين حسابنا ان شاء الله كويس. طب صلي على النبي، افتح معايا مذاكرة على الهرمونات في الانسان. الهرمون يا باشا في بداية وصفه كده وصفوا لنا ان الهرمون ده مادة كيميائية. صلوا بينا على النبي. الهرمون مادة ايه؟ يلا بينا مع بعض الله يرضى عليك. الهرمون مادة ايه؟ وكلمة مادة كيميائية يعني مادة ليها تركيب كيميائي، والتركيب الكيميائي بتاعها كان يا اما بسيط، التركيب البسيط يا احماض امينية يا احماض دهنية اسمها ستيرويدات، يا التركيب المعقد كان بروتينات او مواد دهنية. الهرمون مادة كيميائية كانت بتتكون في داخل غدة، تنتقل عن طريق الدم رايحة لعضو آخر
بتأثر على وظيفته ونموه ومصدر تغذيته. خليني في الأول خالص كده يا باشا عشان نبقى لمين بس النقط المهمة واحدة واحدة. الهرمون مادة كيميائية. المواد الكيميائية دي عندنا يا إما بروتينات يا إما ستيرويدات. البروتينات بتبقى معقدة إنما الاسترويدات بتبقى بسيطة. الاسترويدات دي عندنا حاجتين، يا الهرمونات الجنسية يا بتاعة قشرة الكظرية. يا الهرمونات الجنسية يا بتاعة قشرة دي ايه؟ ما اسمهاش كده بقى، اسمها هرمونات بروتينية. البروتينات دي غير هستونية تنظيمية. ما تفتحش بوقك. الهرمونات نوع من انواع البروتينات الغير التنظيمية اللي كانت بتقوم بوظائف معينة في الخلية. البروتينات او الهرمونات البروتينية بتدوب في البلازما بتاعت الدم، انما دي ما بتدوبش في البلازما بتاعت الدم. لازم تبقى عارف ان اللي بينقل الهرمونات بلازما، دي ما بتدوبش. دي بتخلي الغدة بتاعتها لونها اصفر نتيجة زيادة تركيز الدهون. دي بروتينات يعني مسؤول عن بنائها الريبوسومات، انما دي مش مسؤول عن بنائها الريبوسومات. الهرمونات البروتينية تبنيها الريبوسومات اللي كان فيها تحت وحدة ريبوسوم كبيرة وتحت وحدة ريبوسوم صغيرة، اللي كانت بتشتغل في حاجة اسمها تخليق بروتين. يبقى ده يتقال على البروتينات المعقدة، انما البسيطة لا، لان البسيطة استرويدات بس. الهرمونات البروتينية تفرق ايه عن الاسترويدات؟ مستقبلاتها على الغشاء البلازمي، انما دي مستقبلاتها في الداخل بتاع الخلية. المستقبلات هنا بتبقى موجودة على الغشاء من بره، انما المستقبلات هنا بتبقى موجودة جنب النواة. يعني النواة هي المستقبلات دي بتبقى جوه، لان الغشاء البلازمي ده اصلا كان بيتكون من دهون. الهرمون مادة كيميائية طلعت يا اما بروتينات يا اما استرويدات. وحبيب قلبي الهرمون المادة الكيميائية ده يا تركيبها بروتينات يا تركيبها استرويدات. بس خد بالك، الهرمون يفرز من غدة، والغدد عندنا كانت كام نوع؟ 3. يا غدة قنوية يا غدة لا قنوية يا غدة مختلطة أو غدة مشتركة. غدة قنوية دي عندها قناة. الغدة كانت بتتكون من الجزء المفرز وقناة يمر فيها الإفراز. حدي 3 أمثلة بس بالنسبة لي كفاية. إن أنا كان عندي غدد اسمها غدد لعابية، غدد دمعية، غدد ثديية. اللعابية غدة قنوية. اللعاب ده بيفرز جوه الجسم ولا بره الجسم؟ جوه الجسم. بره وانت بتريل زمان وانت صغير كده، انما هو الطبيعي يفرز فين؟ جوه الجسم. فيقولوا اللعابية الافراز بتاعها جوه الجسم داخل الجسم. دي مالها؟ الافراز بتاعها خارج الجسم. والثديية الافراز بتاعها خارج الجسم. بس ما تنساش ان اللعابية والدمعية هي غدد قنوية مناعية، لأن اللعاب كان في خط الدفاع الأول والدموع كانت في خط الدفاع الأول. إنما الغدد الثديية غدد قنوية تفرز بتأثير هرمونات، لأن بيجي لها يا الأكسيتوسين يا بيجي لها البرولاكتين. كل ده هتلاقيه مكتوب في البتاعة الصغيرة دي. الغدد اللا قنوية ما عندهاش قناة،
بيقولوا عليها انها غدد صماء، دي بتفرز في الدم مباشرة. المختلطة كانت جزء قنوي وجزء لا قنوي، خصية، بنكرياس، معدة، أمعاء، لأن دول كانوا بيفرزوا هرمونات وفي نفس الوقت كانوا بيفرزوا لنا إنزيمات. هرمونات بتفرز بنسب قليلة جدا، سلوك عاطفي، سلوك تفكيري، نمو عقلي، نضج جنسي، الاتزان الداخلي للجسم، كل ده باشا كان بيتحط عندنا في وظائف الهرمونات. كانت تفرز من غدد، ويمكن على رأس الغدد هي الغدة مين يا باشا؟ الغدة النخامية أو المايسترو الكبيرة باشا، سيدة الغدد. اقعد اسمع مني بالراحة خالص كده، بسم الله، صلى على النبي كده، وتعالى لم النخامية بالراحة. أصل النخامية كانت بتتصل بحتة بيقولوا عليها اسمها تحت المهاد، ولما جينا شفنا تركيب الغدة النخامية دي كان فص أمامي، فص أوسط، فص خلفي، قمع أو عنق عصبية، ودي تحت المهاد. أفكرك إن الجزء الأمامي والجزء الأوسط كانوا بيعملوا لنا جزء بيقولوا عليه اسمه الجزء الغدي، إنما الفص الخلفي والقمع كانوا بيعملوا لنا جزء بيسموه الجزء العصبي. الجزء الغدي فص أمامي وفص أوسط. هرمونات الجزء الغدي دي يا أستاذ مهمة. يا ابني، ده أنا عندي هرمون مهم جدا بيقولوا عليه اسمه الجي اتش. والجي اتش حبايب قلبي بيتحكم في معدل الأيض، خاصة تصنيع البروتين. طب وانا لما اقول لك ان الجي اتش مسؤول عن تصنيع البروتين، تصنيع ده يبقى هدم ولا بناء؟ بناء. يعني الجي اتش لما يزيد نسبة البروتين يحصل لها ايه؟ ونسبة الأحماض الأمينية تقل، لأن الجي اتش بياخد الأحماض الأمينية يحولها بروتين. يبقى من غير ما تفكر هرمون الجي اتش ده يؤثر على عمل الرايبوسومات، لأن الرايبوسومات دي كان المصنع اللي مسؤول عن بناء البروتين، وهو اللي بيبني البروتين الهرمون. يبقى الريبوسومات تتأثر في عملها بهرمون بيقولوا عليه اسمه الجي اتش أو هرمون النمو. في كلمتين بقى الخايبين خالص اللي انت عارفهم، انه لو قال لي بيعمل حاجة اسمها قزامة، لو زاد عملاقة أو أكروميجالي، قبل البلوغ أو بعد البلوغ. الغدة النخامية كانت بتفرز أهم هرمون بالنسبة لنا اسمه الجي اتش، لأنه كان بيأثر على معدل الأيض. متخصص ولا غير متخصص؟ أستاذ هو يعني إيه متخصص وغير متخصص؟ الهرمون المتخصص بيأثر على عضو واحد، إنما الهرمون الغير متخصص بيأثر على أكتر من عضو. الجي اتش بيأثر على كل خلايا الجسم. الجي اتش بيأثر على معظم الخلايا بتاعت الجسم، وبالتالي هو هرمون بيطلق عليه ان هو هرمون غير متخصص. بيطلع من الجزء الغدي للغدة النخامية مجموعة هرمونات تانية بتأثر على الغدد التانية. بيطلع هرمون اسمه TSH، بيطلع هرمون اسمه ACTH، بيطلع ال FSH، بيطلع ال LH، بيطلع هرمون اسمه برولاكتين. TSH بيأثر على الغدة الدرقية. ACTH قشرة الغدة الكظرية. ال FSH وال LH دول بيأثروا على المناسل. عشان خاطري اسمه ايه؟ البرولاكتين مسؤول عن افراز الغدد الثدييه للبن اثناء عمليه الرضاعه. ولازم تبقى فاهم كويس ان البرولاكتين ده علاقته وحشه جدا جدا مع الاكسيتوسين.
مع البروجستيرون مع الاف اس اتش مع ال اتش، بينهم وبين بعض مفيش عمار، ما بيتجمعوش مع بعض. حتى في الولاده الاكسيتوسين يطلع ويختفي ويكمل برولاكتين. ان زاد البروجستيرون يقلل البرولاكتين، ولو البرولاكتين زياده يبقى في مشكله في البروجستيرون. الاف اس اتش والال اتش وجودهم معناه ان مفيش برولاكتين، انما لو في برولاكتين يبقى مفيش لا اف اس اتش ولا ال اتش. يبقى البرولاكتين ده هرمون علاقته وحشه مع باقي الهرمونات بتاعت الجزء الغدي للغده النخاميه. هرمونات الجزء العصبي الغدي كانت اهم شويه بصراحه. هرمونات الجزء العصبي والطلعه هنا الاهم بقى، لان الجزء الغدي ينفع يتكتب جنبه كده ان الجزء الغدي مسؤول عن تكوين وافراز هرمونات، اما الجزء العصبي مسؤول عن تخزين وافراز هرمونات. هرمونات الجزء العصبي بتكونها نوع خاص من الخلايا العصبيه المفرزه. بص عامله كده، ده رقم 1 وده رقم 2. مين 1 ومين 2؟ 1 ده جسم الخلية العصبية المفرزة. أمال مين رقم 2؟ نهايات عصبية للخلية العصبية المفرزة. أنا مش سايب لك حرف يلخبطك. طب جسم الخلية العصبية المفرزة ده موجود فين؟ موجود في تحت المهاد. طب النهايات العصبية بتاعت الخلية العصبية المفرزة موجودة فين؟ في الفص الخلفي. طب جسم الخلية العصبية المفرزة ده وظيفته ايه؟ تكوين الهرمون. انما النهايات العصبية وظيفتها افراز الهرمون. طب وحياة امك بالله عليك كمان مرة، هرمونات الجزء العصبي بتكونها نوع خاص من الخلايا العصبية اسمها خلايا عصبية مفرزة. اللي يكونها جسم الخلية موجود فين؟ تحت المهاد. يمشي، دي اللي بتكون الهرمون. يروح للنهايات العصبية موجودة فين النهايات؟ في الفص الخلفي، دي اللي بتفرزه في الدم. الهرمونات بتاعت الجزء العصبي للنخامية دول نوعين. هرمون اسمه الأكسيتوسين، بيقولوا عليه اسمه القابض لعضلات الرحم. غير متخصص تصدق؟ والأكسيتوسين ده غير متخصص لأن دكتورنا الجميل الأكسيتوسين ده بيروح لحتتين. ده بيأثر على عضلات الرحم وبيأثر على الغدد الثديية، يبقى غير متخصص. انقباض عضلات الرحم أثناء الولادة وله أثر مشجع في اندفاع الحليب من الغدد الثديية استجابة لعملية الرضاعة. إذن هو هرمون بيطلق عليه إن هو هرمون غير متخصص. الحدوتة الكبيرة بقى هو ال ADH. وال ADH ده اسمه القابض للأوعية الدموية أو اسمه المضاد لإضرار البول. ال ADH هرمون مسؤول إنه يزود ضغط الدم. بيقولوا على ال ADH على فكرة إنه هرمون مضاد للنزيف. هرمون يعني الهرمون ده بيزيد لما يبقى فيه نزيف. ال ADH يا أستاذنا هرمون بيعمل على إعادة امتصاص المية من أنبوبة النفرون. يعني في حدوتة صغيرة خالص كده إن ده نفرون وده دم.
يعمل ايه الاي دي اتش ده؟ بيرجع الميه، بياخد الميه من النفرون يرجعها للدم تاني كمان مره. هنا نقف نسال بعض سؤالين ثلاثه، عشان انا عندي في الجزئيه دي هعدهم انا وانت اكتر من 20 سؤال. الاي دي اتش يفرز عشان يعمل اعاده امتصاص للميه من النفرون يرجعه للدم. لما نيجي نتكلم في الاي دي اتش تحديدا في سبب وفي نتيجه. يعني لما تيجي تحل السؤال خد بالك هو بيسأل عن سبب الافراز ولا نتيجه الافراز. سبب الافراز الميه بتاعت الدم، املاح الدم، اسموزيه الدم. انا كلامي كله على الدم اهو. طب ما تصلي على النبي كده وسمعني. سبب الافراز ان الميه بتاعت الدم تكون الميه قليله، يعني الاملاح والاسموزيه. شكرا جزيلا. طب سبب الافراز ان الميه في الدم كانت قليله، يبقى النتيجه ان الميه والاملاح والاسموزيه، واللي بيقل ويزيد تركيز مش كميه. اللي بيقل ويزيد تركيز مش كميه. تركيز مش كميه، لان الكميه بتبقى ثابته. لازم تعرف حاجه مهمه جدا، ان الدم عكس البول. يعني لما اقول لك ان الهرمون بيفرز لما الميه في الدم تقل، يبقى الهرمون بيفرز لما الميه في البول تزيد. لما اقول لك ان الهرمون بيفرز لما الملح في الدم يزيد، يبقى الهرمون بيفرز لما الملح في البول يقل. لما اسموزيه الدم تبقى عاليه، لما اسموزيه البول تبقى قليله. الهرمون يفرز في حالات خاصه. هو كده بالله عليك يبقى مين اهم؟ الجزء الغدي ولا الجزء العصبي؟ الغدي اهم. عارف ليه الغدي اهم؟ لان كده كده الغدي بيفرز وبيتحكم في الغدد الاخرى. انما دايما عيال يقولوا ان هرمونات الجزء العصبي دي بتاعت ظروف خاصه. يعني الاكسيتوسين بيفرز امتى؟ هي دي ظروف خاصه؟ اه طبعا، في خاصه اكتر من كده؟ يبقى دي ظروف خاصه. الاي دي اتش يفرز امتى؟ الاي دي اتش يفرز ضغط قلب، نزيف، عرق زياده فالبول هيحصل فيه مشاكل، صايم فالبول كميه الميه اللي في الجسم هيحصل فيها مشاكل، وبالتالي دي بتبقى ظروف خاصه للافراز. انما اللي بتفرز باستمرار هي هرمونات الغده الايه؟ النخاميه او الجزء الغدي. عايز ازود ملحوظه بس في الذكريات. يا في اول صفحه يا خليها في البوكلت الصغير زي ما انت عايز. النخاميه كانوا بيقولوا عليها اسمها سيده الغدد او بيسموها المايسترو. الدرقيه بيطلق عليها اسم غده النشاط. والدرقيه كانت غده في الفص الامامي من الرقبه، او في الجزء الامامي اسف من الرقبه. كانت عباره عن فصين بينهم برزخ او بينهم قناه. كانت غده لو انت فاكر كويس لما بيجي يوصفوها بيقولوا عليها انها غده حويصليه. انا كان عندي 2 حويصليه، حويصليه بتاعت الدرقيه وحويصليه بتاعت البنكرياس. بس حويصليه الدرقيه لا قنويه، حويصليه البنكرياس كانت قنويه. ودي بقى يا باشا ما كانتش تفرز الا لما يجي لها تي اس اتش. سألني في 3 مرات في ثانويه عامه. تصدق 3 مرات يجيب رسمه الغده الدرقيه اكن ما كانش فيه في المنهج غيرها. يفرق ايه المنظر الامامي عن المنظر الخلفي؟ في المنظر الامامي الفصين متصلين ومفيش جارات درقيه، انما في المنظر الخلفي بيكونوا منفصلين وبتظهر جارات الدرقيه. في المنظر الامامي متصلين
بالبرزخ بالقناه اللي في النص ومفيش جارات درقيه. هي درقيه عباره عن فصين في النص قناه. الدرقيه دي هندسه بتفرز عندنا هرمونين، اللي بيتاثر بالتي اس اتش هو الثيروكسين. هرمون بيخش في تركيبه اليود، احماض امينيه ويود. سلامه الجلد والشعر، نمو وتطور القوى العقليه والبدنيه، مسؤول عن النضج العقلي ومسؤول عن النضج الجنسي. بيخش في تركيبه عنصر اليود. في الكلمتين المباشرين بقى باشا، ان الغده الدرقيه دي يا اما يحصل فيها نقص افراز يا اما بيحصل فيها زياده. الزياده كان تضخم اسمه تضخم جحوظي، سرعه في اكسده الغذاء، جحوظ في العينين، عدد ضربات القلب بيزيد، تورم في الجزء الامامي من الرقبه، كان كل دي مشاكل تضخم جحوظي. نقص الافراز كان حاجه من اتنين، يا نقص يود يا نقص ثيروكسين. نقص يود كان يعمل تضخم محلي او بسيط. نقص الثيروكسين يا اما بيعمل قماءه يا اما بيعمل ميكسوديم. نقص الثيروكسين قبل البلوغ يعمل قماءه، جسم قصير ورقبه قصيره وتخلف عقلي وتاخر في النضج الجنسي. ميكسوديما كان هبوط مستوى التمثيل الغذائي، جفاف في الجلد والشعر، يتعب لاقل مجهود، لا يتحمل البرود. ما يهمنيش. النقطه المهمه اللي هتهمني هنا، اللي انا واقف لها هنا، يعني ان التي اس اتش بيأثر على افراز الثيروكسين في تغذيه رجعيه اسمها ايجابيه وتغذيه رجعيه اسمها سلبيه. في الطبيعي لما التي اس اتش يزيد يقوم الثيروكسين يزيد، دي اسمها تغذيه رجعيه ايجابيه، يعني زياده التي اس اتش تؤدي لزياده الثيروكسين. في الطبيعي لما الثيروكسين يقوم يزيد يقوم التي اس اتش يقل، دي اسمها تغذيه رجعيه. بالله عليك بالله عليك يا اخي، بالله عليك ما تنساش ان انا قلت لك ان ده طبيعي. يعني طبيعي التي اس اتش يزيد ثيروكسين يزيد. طب الثيروكسين زاد يقوم التي اس اتش يقل. انما اللي مش طبيعي بقى مرضي، يعني حالات بيقولوا عليها اسمها حالات مرضيه. لقينا انا وجنابك ان التي اس اتش للاسف منخفض والثيروكسين للاسف الشديد منخفض. عندنا مشكله في النخاميه. عندنا مشكله فين؟ لو لقيت الاثنين تركيزهم قل يبقى النخاميه معاها حكايه. انما لو لقيت التي اس اتش زياده والثيروكسين زياده يبقى برضو عندي مشكله في النخاميه. في زياده نشاط في النخاميه ترتب عليه زياده نشاط الدرقيه. انما باشا لو لقيت التي اس اتش زياده والثيروكسين للاسف قليل، ده معناه ان في خمول في الغده الدرقيه ما استجابتش. انما لو لقيت ان التي اس اتش قل والثيروكسين في زياده، في نشاط زياده في الغده الدرقيه، ده هيحل كل علاقات الهرمونات في البال. ده اللي هيتغير فيه اسامي الهرمونات بس وهفرجك. ده اللي بيحصل بصوره طبيعيه. ده لما اجيب لك حاله فيها مرض، لقيت في السؤال الاثنين قليلين، ما تفكرش باشا خلاص النخاميه فيها مشكله. الاثنين زياده النخاميه فيها مشكله. واحد زاد وواحد نقص، كانت تفرز ثيروكسين بتاثير التي اس اتش. انما باشا الدرقيه لما تيجي تفرز كالستونين وربنا
النخامية لا ليها علاقة لا بالكالسيوم ولا بالسكر. الكالستونين ده يعمل ايه يا استاذنا؟ الكالستونين ده بيقلل نسبة الكالسيوم في الدم ويمنع سحبه من العظام. الكالستونين بيقلل نسبة الكالسيوم في الدم ويمنع سحبه من العظام. الكالستونين بيفرز لما الكالسيوم يزيد. عارف عكسه كان مين؟ عكسه كان الباراسيرمون. بيفرز من 4 غدد بيقولوا عليها اسمها الجارات الدرقية. يزيد افرازه مع هبوط كالسيوم الدم. يبقى الباراسيرمون بيفرز لما كالسيوم الدم يقل. اصل انت يا باشا ما خدتش بالك بس من اللي هقوله، ان الكالسيوم عندنا يا في الدم يا الكالسيوم عندنا في العظام. الكالسيوم عندنا يا في الدم يا الكالسيوم عندنا في العظام. بص اللي حصل، الكالستونين ياخد من الدم يودي للعظم لما كالسيوم الدم يزيد. الباراسيرمون ياخد من العظم يودي للدم لما كالسيوم الدم يقل. عشان كده الاثنين كانوا بيحافظوا لنا على نسبة الكالسيوم في الدم. الباراسيرمون لو زاد ياخد من العظم ياما فيعمل هشاشة عظام. الباراسيرمون لو قل يجيب تشنجات عضلية وسرعة في الانفعال. تاخد بالك من حدوتين عشان خاطري. اللي بيتحكم في افراز الكالستونين والباراسيرمون هو مين؟ كالسيوم. يعني بص بص بص، لما كالسيوم الدم يزيد الكالستونين يحصل له ايه؟ يبقى العلاقة اللي عندنا دي علاقة روح الله يبارك لك. طب لما الكالستونين يزيد كالسيوم الدم يبقى العلاقة اللي عندنا دي علاقة. لما تيجي تقرا الرسم البياني بتاع كالسيوم وسكر والكلام ده كله انسى انك شاطر في الفيزياء. شوف من راس السؤال مين بيأثر على مين. لو قال لك كالسيوم الدم والكالستونين يبقى علاقة طردية، انما لو قال لي الكالستونين وكالسيوم الدم يبقى علاقة. طب وحط امك خد بالك، وحط امك خد بالك ان الدم عكس العظم. يعني لما تبقى كالسيوم الدم والكالستونين طردية يبقى كالسيوم العظام والكالستونين عكسية. طب لما تبقى الكالستونين وكالسيوم الدم عكسية يبقى الكالستونين وكالسيوم العظام طردية. اوعى تنسى، اوعى تنسى ان الكالستونين عكس الباراسيرمون. يعني كالسيوم الدم والكالستونين كانت مالها؟ يبقى كالسيوم الدم والباراسيرمون عكسية. طب الكالستونين وكالسيوم الدم عكسية يبقى الباراسيرمون وكالسيوم الدم طردية. تصدق ان الجارات الدرقية بيسموها غدة العظام؟ تصدق ان الكالسيوم بيأثر على نقل السيال العصبي الى العضلة وبيأثر في تكوين الروابط المستعرضة. في غدة من الغدد المهمة جدا اللي بتأثر عليها النخامية اسمها الغدة الكظرية. هندسة، الكظرية قشرة ونخاع، هما غدتين وكل غدة متقسمة 2. هرمونات القشرة
غير هرمونات النخاع، لان هرمونات القشره بيتقال عليها ان هي استرويدات، وهرمونات القشره بتفرز بتاثير ACTH. هرمونات القشره حبيب قلبي كان في منها مجموعه هرمونات سكريه اللي كانت بتاثر على ايض النشويات. افكرك، كان كورتيزون جدع وكورتيكو ايه؟ كانوا بيأثروا على ايض المواد النشويه. على فكره الكورتيزون ده بيتقال عليه مضاد للالتهاب، يعني هو عكس الهستامين. الهستامين كان بيولد الالتهاب، الكورتيزون مضاد للالتهاب، بيأثر على ايض السكر. ايوه بس خد بالك، الكورتيزون قال لي بيأثر على ايض المواد النشويه، انما الثايروكسين بيتحكم في معدل الايض الاساسي. خلي بالك الثايروكسين ده لما بيزيد بيزود الشهيه ويزود الجوع، لانه بيحرق الاكل. عارف اللي يقلل الشهيه؟ الجلوكاجون، هقول لك كمان شويه. السكريه زي الكورتيزون والكورتيكوستيرون. في مجموعه هرمونات معدنيه، والمعدنيه كان عندنا هرمون اسمه الالدو. عارف الالدوستيرون ده؟ عارف الالدوستيرون ده بيأثر، بياخد من النفرون يودي للدم صوديوم ويطلع بوتاسيوم. كده بوتاسيوم يا حبايبي، يرجع صوديوم ويطلع بوتاسيوم. انا عارف انها هتبقى فضيحه والله، ربنا يعديها على خير. طب صلوا على النبي. الالدوستيرون يفرز لما الصوديوم والبوتاسيوم. الالدوستيرون بيأثر على نقل السيال العصبي جوه العضله. الالدوستيرون بيأثر على نقل السيال العصبي جوه العضله. طب بص، الالدوستيرون ده بيتأثر بمين؟ بيتأثر بمين؟ اللي يتقال هنا هو ده، بدل TSH والثايروكسين يبقى ACTH والدوستيرون. ده يمين بالله هتحل كل العلاقات بتاعت الهرمونات كلها. ده TSH وثايروكسين هو ACTH والدوستيرون، عشان اعرف المشكله كانت في النخاميه ولا في الكظريه. في مجموعه هرمونات بيقولوا عليها اسمها هرمونات جنسيه. دي كانت تشبه الهرمونات الجنسيه التي تفرز من الغدد المختصه. ظهور عوارض الرجوله في الاناث والانوثه في الرجال لو حصل خلل، ضمور الغدد الجنسيه لو حصل تورم. هرمونات النخاع تأثيرها كان عصبي، ولازم تعرف ان الغدد اللي التنبيه بتاعها عصبي اسرع من الغدد اللي بتفرز على حسب مادة معينة، اسرع من اللي التأثير بتاعها هرموني. الغدد اللي بتنبه عصبيا اسرع من الغدد اللي بتفرز تحت تأثير مادة معينة، أسرع من المادة اللي بتفرز بتأثير الهرمونات. هرمونات النخاع كانت أدرينالين ونور أدرينالين. وهرمونات النخاع أدرينالين ونور أدرينالين بيسموهم هرمونات طوارئ. الأدرينالين والنور أدرينالين بيرفعوا ضغط الدم. انا عندي 3 هرمونات بترفع ضغط الدم: ADH، الدوستيرون، ادرينالين. بيزودوا ضربات القلب. عندي 2 هرمون بيزودوا ضربات القلب: ادرينالين وثايروكسين. كانت في اعراض التضخم الجحوظي. بياخدوا الجلايكوجين بتاع الكبد وبتاع العضلات
يحوله لجلوكوز، يعني بيزود نسبة السكر اللي موجودة في الدم. انما الجلوكاجون هقول لك دلوقتي ان هو بيأثر بس على الكبد. كان في هرمونات بيقولوا عليها اسمها هرمونات القناة الهضمية. والقناة الهضمية عندنا حاجة من اتنين، يا معدة يا أمعاء دقيقة. هرمونات المعدة بتفرز هرمون اسمه الجاسترين، يفرز في الدم عشان يؤثر على المعدة. اوعى تنسى ان الجاسترين كده هرمون ليه وظيفة مناعية، لانه بيخلي المعدة تفرز ال HCl في خط الدفاع الاول. بالمناسبة اصل الثيروكسين برضو عنده وظيفة مناعية، لانه مسؤول عن سلامة الجلد، خط الدفاع الاول. الامعاء الدقيقة كانت بتفرز حاجتين، كانت بتفرز سكرتين وكوليسيستوكاينين. كان بيروح السكرتين للخلايا الحويصلية بتاعة البنكرياس عشان تفرز العصارة الهاضمة بتاعتها. إذا الخلايا الحويصلية للبنكرياس بتنبه بهرمون، والخلايا الحويصلية للدرقية بتنبه بهرمون، بس دي حويصلية تفرز هرمونات ودي حويصلية تفرز انزيمات. عايز احط معلومة زيادة بس كده في اللي قلته. الكورتيزون مضاد للالتهاب، الكورتيزون مضاد للالتهاب، تأثيره، يلا باشا تاني، حاضر. الكورتيزون مضاد للالتهاب، تأثيره عكس الهستامين. والبنكرياس غدة السكر دي يا باشا كانوا بيقولوا عليها انها مختلطة، ويقولوا عليها انها مزدوجة الوظيفة. البنكرياس مختلطة عشان قنوية ولا قنوية، تفرز في قناة وتفرز في الدم. طب ليه مزدوجة الوظيفة؟ تعمل وظيفتين عكس بعض، تفرز انسولين وتفرز جلوكاجون. مختلطة عشان بتفرز في قناة وبتفرز في الدم. مزدوجة الوظيفة عشان الوظيفة وعكسها. بص يا باشا، سيب اللي فيه ده خالص. البنكرياس فيها جزء قنوي وجزء لا قنوي. الجزء القنوي بتاع البنكرياس دي خلايا حويصلية وبتفرز انزيمات هاضمة لما يجي لها سكرتين. الجزء اللا قنوي كان اسمها جزر لانجرهانز. خلي بالك، يا بيتا يا ألفا. بيتا كان عددها كتير تفرز أنسولين، ألفا كان عددها أقل تفرز جلوكاجون. أصل خد بالك أصل الأنسولين والجلوكاجون الاتنين بيأثروا على السكر. الأنسولين يقلل السكر، الجلوكاجون يزوده. الأنسولين ده يجي على الدم يحفز مرور السكريات الأحادية، أقصد الجلوكوز، بياخده من إيده يوصله للخلية. ده أنسولين. يا إما يعمل له أكسدة للحصول على الطاقة، يا إما بيخزن في صورة جلايكوجين ومواد دهنية. عشان كده قلنا إن الأنسولين بيبقى ليه تأثير هضمي وتأثير بنائي. الأنسولين بيأثر على الجلوكوز بس، إنما الفركتوز كان بيخش من غير أنسولين. الجلوكاجون كان بيكسر الجلايكوجين بتاع الكبد بس إلى جلوكوز. إذا مستقبلات الجلوكاجون على الكبد بس، إنما مستقبلات الأدرينالين على الكبد والعضلات.
مستقبلات الجلوكاجون كبد بس، مستقبلات الادرينالين كبد وعضلات. صلي بينا على النبي. المرض بتاع السكر حدوته كبيره شويه، لان السكر عندنا كان حاجه من اتنين، يا سكر حقيقي يا سكر كاذب. سكر كاذب دي يعني انا عندي نقص في الاي دي اتش، فعنده تكرار تبول وعطش. سكر حقيقي دي حاجه من اتنين، يا عنده نقص انسولين يا عنده خلل مستقبلات. اللي عنده سكر حقيقي سبب من اتنين، يا الانسولين ناقص يا مشكله في المستقبلات. اعرف منين اذا كان الانسولين ناقص ولا خلل مستقبلات؟ لو الانسولين ناقص الجلوكوز بتاع الدم فيه زياده، ده كده خلل في بيتا مفيش انسولين. انما لو خلل مستقبلات جلوكوز الدم بيقل. الكلام ده مهم قوي. لو السكر خلل انسولين الجلوكوز في الدم هيبقى زياده، مفيش انسولين يدخله. انما لو خلل مستقبلات، ودي بيسموها مقاومه الانسولين، معناه ان في انسولين ارتبط بالجلوكوز انما مش عارف يدخله جوه الخليه، مفيش جلوكوز حر. اللي بيتعالج بالدي ان ايه معادله اتحاد هو نقص الانسولين، انما مقاومه الانسولين لا. كان عندنا هرمونات بيسموها الهرمونات الجنسيه، والهرمونات الجنسيه دي يا اما في الذكر يا اما في الانثى. اللي في الذكر بيقولوا عليها اسمها اندروجينات، اللي في الانثى كانت في منها استيروجينات وكان في منها ريلاكسين. صلى على النبي. الاندروجينات دي كان يفرز من الغده النخاميه هرمون اسمه، فال اتش ياثر في الخصيه على خلايا بيقولوا عليها اسمها خلايا بينيه، تقوم الخلايا البينيه تفرز تستوستيرون واندروستيرون المسؤول عن ظهور صفات الذكوره الثانويه. انا اسف، مين ده؟ مين ده؟ ده اسمه ايه؟ هي نفس دي، بدل تي اس اتش وثايروكسين، ال اتش وتستوستيرون كلها كده. التستوستيرون مسؤول عن ظهور صفات الذكوره الثانويه، انما الاف اس اتش الانيبيبات المنويه. الاستيروجينات كانت عندي حاجتين، النخاميه يطلع منها اف اس اتش يروح للمبيض يكون حويصله، تقوم حويصله الجراف دي تفرز عندنا حاجه اسمها الاستيروجين او اللي بيقولوا عليه اسمه الاستراديول. مين ده؟ مين ده؟ هو نفس ده. يا اما بيفرز هرمون اسمه ال اتش المصفر بيروح للمبيض عشان يكون جسم، والجسم الاصفر يفرز بروجستيرون. نفس الحدوته. البروجستيرون يفرز من الجسم الاصفر والمبيض ومن المشيمه بطانه الرحم، بيأثر على الغدد الثدييه وبطانه الرحم. الريلاكسين بيفرز في نهايه اشهر الحمل الاخير او بيزيد افرازه. انا اسف. عشان كده في فرق لما يبقى المخطط كده يبقى اوكسيتوسين، انما لو المنحنى كده يبقى ريلاكسين. طب معلش انا عندي هرمون اهو وهرمون اهو وهرمون اهو. في هرمونات زادت كده، دي طفوله بلوغ شيخوخه. في هرمون تاني زاد كده، في هرمون تاني زاد كده. مين ده؟ ده هرمون النمو، زيادة في الطفولة ويزيد في البلوغ ويقل في الشيخوخة. ده ثايروكسين. إنما دي هرمونات جنسية لأنها بتبدأ تزيد من عند
بالشفاء.